طب هو في جمال كده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة والطعامة دي؟ ايه العيشة الجميلة دي؟ بحب قوي العيشة دي قوي قوي يعني. بصوا راحة نفسية كده. بصوا بتحضر فطار ملوكي على الصبح. بصوا بتعمل لهم ايه. هي زي كأنها فلافل يعني، بس هي باللحمة المفرومة. بصوا المنظر حلو قوي. هم طبعا اتراك، بس هم مش عايشين في تركيا يعني، دي مش تركيا. بصوا ايه الجمال ده. ده فطار، واخدين بالكم؟ ايه الحلاوة دي. بصوا الكفتة دي اسمها الكفتة التركية. الطريقة طبعا هي كانت بتعملها قدامكم، اللي حابب يجربها يعني. بصوا الجمال. بيعجبني قوي طريقة عمل الشاي برضو عندهم، من الطرق الحلوة اللي بتعجبني جدا. بصوا ما شاء الله. وتقريبا هي من العادات عندهم ان لازم كوباية اللبن دي على الفطار الصبح. بصوا بقى بتنضف البيت. شطورة وجميلة جميلة. يا كل حاجة بصراحة بتعملها جميلة. ايه الحلاوة دي. ربنا يرزق كل من كان يا رب. نفسي يكون عندي بيت فيه جنينة كده، تكون واسعة كده، الولاد يلعبوا فيها براحتهم بقى. نقعدوا نشوي فيها. طول عمري بتمنى يعني ان يكون عندي بيت كده كبير. ربنا يرزقني ويرزق كل من كان يا رب. قولوا امين، يلا اكتبوا تحت في الكومنتات اللهم امين عشان ربنا يرزقنا كلنا. فيديو حلو قوي قوي. اللي يعرف طريقة الشاي التركي دي بتتعمل ازاي اكتب لنا تحت. طبعا مجريه الفيديو، فممكن تكون في تفاصيل واقعة في الفيديو، فاكتبوا لنا تحت لو حد عارف الطريقة. بحبكم كتير. ما تنسوش تكتبوا تابعوني منين امارات. انا شيماء غريب لو انت اول مره بتشوفيني. ما تنسيش تحطي كومنت زي العسل شبه كلك عشان بيرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات حلوه كتير تعجبكم. مع السلامه.